أهلا حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحوال طيبة. سوري طالعة لكم بهذا الشكل، بس حبيت أطلع عليكم على اليوتيوب لأنه صار لي مدة ما نزلت فيديو، وأعتقد صار لي يومين ما حطيت ولا لايف، ما طلعت معاكم لايف. أنا بعتذر منكم كلكم، بعرف إنه عندي متابعين يحبوني ومتابعين يستنوني أطلع لايف، فأنا بعتذر منكم لأنه شوي النفسية تحت الزيرو، شوي تعبانة مثل ما عم تشوفوا من وجهي باين شاحب. فالنفسية مو أحسن حاجة يعني. ومن غير هيك بصراحة فيديوهاتي مو قاعدة تطلع، ما بعرف ليش. هاي شوي بيسوي لي إحباط لأنه أنا بعمل مجهود وبصور فيديوهات وهالأشياء وما بلاقي تفاعل أبدا في المشاهدات. بتمنى منكم تساعدوني، وأي واحد شاف هالفيديو على غفلة يعني بتمنى يدعمني بلايك واشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أحطه على القناة. شوفوا، أنا بحكمي كمغتربة ما عندي شي تاني أسويه من غير شغلي اللي بشتغله كل يوم، والسوشيال ميديا أو بالأحرى اليوتيوب. فبتمنى تدعموني بالمشاهدات، يعني ما رح تخسروا شي، هو زر اشتراك بتضغطوا عليه وزر لايك. طبعا إذا شفتوني بستاهل، وأنا أعتقد إنه محتواي يستاهل لأنه ما بسوي شي غلط، ما بقدم شي مو حلو لا سمح الله، ولا بطلع لكم بشكل مو كويس أو بطلع لكم بشكل مخل بالحياة أو أي شيء. فبتمنى أي واحد فيكم شاف هالفيديو يشترك في قناتي، هيك بتساعدوني إنه يعني أطلع من الاكتئاب والأشياء، لأنه صراحة الاكتئاب بيجيني فقط لما أنا يعني بيجيني إحباط من تصوير أو أي شيء أي شيء أي شيء. صار لي اليوم ما رحت على الشغل، بكرة بعد ما رح أروح، بكتر ما أنا صراحة مكتئبة، بس جالسة في البيت بتفرج وخلاص، حتى التليفون ما برد على أي أحد، بس رسائل هيك وخلاص. فبتمنى تساعدوني انه قناتي تطلع لأكبر عدد من الناس، يعني إلى لايك منكم واشتراك منكم، هذا راح يخلي اليوتيوب يعني يطلع لي الفيديو تبعي لأكبر عدد من الناس. بس والله النفسية مو أحسن شي، النفسية مو كويسة، مو عشان شي ولا شي يعني كبير، بس إحباط. نفسية تعبانة مثل ما عم تعرفوا، بيجي علينا أوقات نفسيتنا بتتدمر، يعني المود بيكون تحت الزيرو، ما بتعرفوا يعني ليش وكيف وشلون تطلعون من هاي السيتويشن. لكن إن شاء الله خير، وأنا متأكدة إنه ماني أنا لحالي اللي حاسة بهيك إحساس. في كتير ناس بتجيهم فترات بيكتئبوا، كتير فترات بيحبوا يضلوا لحالهم، كتير فترات بيحبون يسكرون عليهم أبواب غرفهم وما يطلعون، فترات الناس بتعيش في ضلمة ما بتحب النور، فترات ناس يعني ما بترد على التليفون، ناس بتسكر التليفون، ناس بتشيل النت عن التليفون، فكل واحد والحالة تبعه. فأنا هيك يعني بيجيني هاي الحالة، وخصوصي إنه أنا ما بنام بالليل يا جماعة، يعني بتعذب في الليل حرفيا، قبل لا أنام بتعذب كتير كتير، يعني مع إني بسوي قرآن وبحط رقية شرعية وبسويها كل مرة وبعيدها وبعيدها وبعيدها، إلا إنه أنا بخاف في الغرفة بشوف أشياء بتتحرك وهي أصلا ثابتة، بشوف حشرات في الغرفة وأنا ما عندي ولا شيء. بيجيني خوف، ما بقدر أنام، حتى ما بظلم البيت، يعني بخلي اللايت مشغل تبع الرينج لايت، بخليه مشغل في الغرفة، بس مع هيك بيجيني إحساس بعدم الأمان، ما بعرف من شو. بتمنى إذا عندكم أي حل تكتبوا لي إياه في الكومنتات، لأنه فعلا حرفيا حرفيا يعني بتعذب، ما تتخيلون الوضع شلون يعني. فمثلا أنا بكون معلقة شي على الباب عشان ينشف من الغسيل، ففجأة بلاقيه بيتحرك، هو أصلا ما بيتحرك، أنا بيتهيألي إنه بيتحرك. فما بعرف إذا هالشي طبيعي أو هذا الشي من الستريس، أو لأنه بتفرج في كتير قضايا إجرامية على اليوتيوب، لأنه متبعة كتير انفلونسرز أو يوتيوبرز بيحكون على قضايا إجرامية، قضايا واقعية، اختفاء، إجرام وهالأشياء. ما بعرف إذا هذا السبب أو لا. فأنا بعرف إنه في كتير يوتيوبرز ابتدوا في هذا المحتوى وشافوا إنه هالأشياء بيأثرون على نفسياتهم وغيروا المحتوى كليا. فما بعرف أنا إذا هالشي أثر على نفسيتي أو شي. ساعات بحس إنه في أحد ممكن يدخل لي من الشباك، ساعات بحس إنه في أحد بيحاول يدخل على الغرفة وهو أصلا ما في ولا أحد. فالنفسية متوترة، وغير الشغل كتير ضغوطات، كتير أشياء يعني
غير والله العظيم. فبشوف انه اليوتيوب هو السبيل الوحيد الي لما بطلع معاكم لايف بضحك معاكم بتناسى شوي وهيك. بس حاليا حتى انه اطلع اصور فيديو او اطلع لايف حتى ما عندي مود انه اسوي هالشي، الرغبة مو موجودة. لانه انا بقول بحط فيديو بصوره وبعدين ما بيكون عليه لا تفاعل ولا اي شيء. بتمنى منكم تساعدوني اطلع من هاي السيتويشن. ما راح تخسروا شي يا جماعة، ترى اللايك مجاني والاشتراك مجاني، ما راح تخسروا ولا شي. بتضلون طالعين نازلين في السوشيال ميديا وفي اليوتيوب، ما في مشكلة. فضلا وليس أمرا تسووا لايك، تخلوا لي كومنت حلو مثلكم، وتشتركون في قناتي، هيك بتساعدوني. يعني أنا كل ما شفت التفاعل كبير كل ما أنا بتشجع إنه أنا أصور وأطلع من الاكتئاب اللي أنا بحس فيه. بيجيني أيام بقول إنه أنا حابة أرجع على بلدي، وبعدين بقول لا، أنا ابتديت مستقبل هني، حابة أكمل، عندي كتير أحلام حابة أسويهم. تخيلوا بس أنا رمضان فارغ الصبر، لأنه بحس إنه بنكون أقرب فيه لرب العالمين، وحابة صراحة أطلع عمرة. فالله يسهل لي أموري ويسهلكم أموركم يا رب. بتمنى أي واحد عنده كرب أو ضيق في صدره أو مكتئب أو أي شيء، كيف ما كان نوع الحزن تبعكم، الله يفرج عليكم وعلي وعلى جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهي هي الحياة. مش دايما بنكون مبسوطين، مش دايما بنكون ضحكانين، مش دايما بنكون عيوننا ضاحكة، مش دايما بنكون في المود. بيجي علينا أوقات ما بنكون كويسين أبدا. والمشكلة إنه حتى لما ما بتكونوا مرضانين، أول ما بتصحوا بالنفسية متدمرة على طول بتحسوا بتعب، بتحسوا بمرض، بتحسوا بأعراض يعني لا يعلم بها غير رب العالمين. فبتمنى منكم تشجعوني وتدعموني وديروا في بالكم إنه أي لايك وأي كومنت بتخلوا لي إياه، هذا الشي بيساعدني وبيخليني أتعدى هاي المرحلة. أعطوني بوزيتيف إنرجي لأنه محتاجة لكم إياها والله العظيم. محتاجة إنه أسمع منكم كلمات حلوة، كتروا لي من الكومنتات عشان أتشجع وأصور لكم كتير وكتير وأطلع لكم لايف. إنه أنا بعرف إنه في عندي كتير متابعين بيستنوني أطلع لايف عشان نحكي وندردش. وتحية خاصة ليهم من هذا المنبر، تحية لكل الناس اللي بيطلعون معي في اللايف، تحية لكل الداعمين اللي بيدعموني في كل لايف. هذه القناة قناتكم قبل تكون قناتي، وأتمنى من كل قلبي إنه هي تكبر بيكم. أتمنى تفاعلكم بيعني لي كتير، فأتمنى ما يكون هذا آخر فيديو بحطه على القناة. بتمنى تتفاعلوا وتشتركوا في قناتي، هذا بيخلي نفسيتي تتحسن وأقدر أرجع على شغلي سواء في اليوتيوب أو الشغل العادي بمود أحسن. لأنه المود صراحة ما أكذب عليكم النفسية تحت 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 الصفر. فنسأل من الله عز وجل إنه يفرجها علي وعلى كل الناس. وبس والله الفيديو ما راح يكون فيه لا مونتاج ولا اي شيء، مثل ما عم بصور راح احطه على طول. بشكركم كتير كتير، وشكرا مسبقا على لايكاتكم واشتراكاتكم وكومنتاتكم الحلوة. بستنى اشوف كومنتاتكم، راح اقراها كلها. شكرا كتير كتير، وكما العادة لا تنسوا اني بحبكم. باي باي.